تخيل يا صديقي إن في يوم من الأيام يكون شكلك وحش وريحتك وحشة وكل أصحابك بيتنمروا عليك، ومرة واحدة بقى حياتك بتتحول من شاب قبيح لشاب وسيم وكمان بطل خارق. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا بقى نبدأ الحكاية. ده شاب اسمه سيتشي بيبقى واقف في مكانه قدامه بنت حلوة، أول ما بتشوفه بتجري عليه وبتطلب على طول إنها تتجوزه، ومحدش فاهم حاجة. سيتشي يا عيني بيبقى مصدوم ومش عارف هي ليه لازقة فيه بالمنظر ده. بيرجع كده فلاش باك بقى وبيفتكر قبل ما يجي هنا. بنشوف سيتشي نايم في الفصل وشكله وحش وتخين وريحته وحشة، وكل أصحابه في الفصل مش بيحبوه وبيتنمروا عليه. الدنيا كلها جاية عليه من كل ناحية يا صاحبي. الطلاب بيسمعوا صوت بيكلمهم في ميكروفون وبيعرفوا إن هم دلوقتي هينتقلوا لعالم تاني، بس لما هيروحوا هناك هيتحولوا لأبطال خارقين. ده غير إن هيديهم كمان هدايا علشان تساعدهم في العالم التاني. سيتشي بقى بيبقى لسه نايم على الأرض ومش قادر يقوم من تخنه، بيبقى مستغرب من الكلام اللي هو بيسمعه. بيعرفوا بقى الطلاب إن هم لازم يقسموا نفسهم لمجاميع علشان يبعتوهم مع بعض. صاحبنا بيبقى مش عارف هينضم مع مين ولا يقف جنب مجموعة مين. الطلاب بيفضلوا يتنمروا عليه وعلى ريحته. ده غير إن واحد من الطلاب بيقرأ الملف بتاعه. الملف ده بيظهر زي شاشة صغيرة كده، لما بيقرب منه بيبقى مكتوب فيه كل المهارات والحاجات اللي يقدر يعملها، حتى الحظ بتاعه. بيلاقي إن هو ضعيف جدا وحتى حظه مجهول. بيفضل الطالب يتنمر عليه، وبيعرفوا إن مفيش ولا مجموعة عايزاه معاها. كل الطلاب بتتنقل في عالم تاني وبيفضل سيتشي واقف لوحده. الصوت بيقول له أنت وحيد، وبيعرفوا إن هو هيديله مهارة إضافية وده علشان هو لوحده. وبعدين سيتشي بيتنقل لعالم تاني. بيظهر بقى سيتشي في مكان غريب كده وبيبقى ماسك في إيده عصاية بس. بيبقى جعان ومش عارف يعمل إيه دلوقتي. بيعدي عليه 5 أيام وبيبقى لسه ما اتحركش من مكانه ولا حتى أكل أي حاجة. بيشوف دودة ماشية قدامه، بيحاول يمسكها بس بيلاقي حركة وصوت جايين من ورا. بينادي ساعتها علشان يشوف مين اللي جاي. بيلاقي حاجة من أنواع الفاكهة بتقع عليه بس بتبقى كبيرة شوية. بيشوفها بالمهارة اللي عنده وبيلاقي إنها تنفع تتاكل وكمان هتديله تطور جديد. بيمشي بقى صاحبنا وبيلاقي شوية قرود عمالين يتنططوا ويلعبوا مع بعض. بيعرف إن هم دول اللي عملوا الصوت ووقعوا عليه الفاكهة اللي أكلها. بيبص سيتشي على مستواهم، بيلاقي مستواهم 120 وهو مستوى 1 لسه. ساعتها بقى بيشوف معاهم حاجات بيلعبوا بيها، بس لما بيمشوا بيروح علشان ياخد الفاكهة اللي طعمها وحش دي. بيبقى عارف ساعتها هيشيل إزاي لأنهم بيكونوا 9. بيفضل صندوق. ساعتها بيلاقي نور أخضر ظهر فوقه وفي أجسام بلاستيك مرصوصة كانوا بيلعبوا بيها القرود، هي كمان بتنور. ولما بيمسكها بيعرف إنها علاج وبتتشب بسرعة جدا. بيفرح وبياخدها هي كمان. بنشوف بقى الطلاب متجمعين هم كمان في عالم تاني. مجموعة منهم بيكونوا أصحاب سيتشي اسمهم شوتا وكيني وميو، بيكونوا أصدقاء من أيام الطفولة. كيني بتسأل شوتا عن باقي أصحابهم وبيلاقوا مجموعة تانية بيروحوا عليهم. بتبقى واقفة كين وبتزعق لواحد من الطلاب. شوتا بيسألها لو في حد مزعلها، فبتعرف إن سيتشي هو الوحيد اللي راح مكان لوحده. ميو بقى بيقول يا ترى سيتشي هيبقى كويس لوحده ولا لا. صاحبنا بيكون قاعد وماسك فطرة ملونة كده وبيكون عاوز ياكلها بس بيخاف ليكون مسممة. همك على بطنك يا سيتشي طول حياتك. بيشوفها في المهارة بتاعته، بيلاقي فيها علامات استفهام كتيرة. بيبقى مش فاهم معنى علامات الاستفهام دي ايه، بس في نفس الوقت بيبقى متردد انه ياكلها ولا لا، فياكلها من هنا ويقع على الارض. وبيبقى الفطر مسمم بس بيحاول يمسك الفاكهة اللي طعمها وحش وبياكلها وبيلاقي نفسه اتحسن. بيتنفس بقى وبياكل التانية هي كمان، وكده بيتضاف له مهارة إضافية. بيسمع صوت بيقول له تم إضافة مقاومة السموم والإضافة التانية، وكده التطوير بتاعه بقى تقييمه للمتوسط. لسه هيتحرك بيلاقي قرد نط عليه وبينزل فيه ضرب لحد ما بينزل، فياخد العلاج اللي معاه بسرعة. القرد بيكون قوي جدا وبيضربه تاني. بيقرب منه علشان ياكله بس أول ما بيقرب بيشم ريحة صاحبنا الوحشة. القرد ما بيستحملش وبيموت على طول. ده حتى القرد ما ماتش من التنمر. بعد ما بيموت القرد بيتحول لنقط وبيتقلل اللحم لوحده والفرو لوحده وكمان العظم لوحده، وبيبقى معاه تابع مهارات القرد الذكي وشوية كروت. لما بيمسكهم صاحبنا الصوت بيعرفوا نضاف له مهارات جديدة، مهارة الساق القاطعة والسرعة الخاطفة والخط المتقدم وكمان صنع الأدوات بمستوى عالي. بيمسك سيتشي كتاب القرد وبيقرا فيه وبعدها جسمه بيتحول. بيبقى رفيع وجسمه حلو جدا، ما بيبقاش مستوعب اللي بيحصل في جسمه. بيعرفوا الصوت ان هو كده اتطور وخد 1000 نقطة. بيقرا سيتشي التطور بتاعه، بيشوف ان هو بقى عنده قوة سحرية وقوة هجوم ودفاع وقوة البراعة كمان، ده غير الهجوم السحري والدفاع السحري والحظ. بس برغم ده كله بيلاقي ان المستوى بتاعه لسه 1 على 10، فبيقول لنفسه وانا لسه هستحمل التعب ده تاني 9 مرات ورا بعض كده، ده غير ان انا ما اقدرش اهاجم قرد زي ده تاني. بنشوف بقى بعد 5 شهور من قراءة الكتاب سيتشي بقى معتمد على المعلومات اللي في الكتاب والقرد الذكي، وبيبقى واقف على النهر وبيشرب منه. واثناء ما كان بيشرب يظهر له ذئب كده بيبقى شكله يخوف جدا وبيهجم عليه بسرعه. الذئب ده بيكون المستوى بتاعه 311. سيتشي بيستخدم المهارات اللي هو خدها وبينزل على الذئب وبيخلص عليه في ثواني. بيبقى مستغرب لان المستوى بتاعه لسه 1 والذئب كان قوي جدا بالنسبه له. الذئب بيتحول لنقط زي القرد وبيسمع الصوت وهو بيعرفه ان هيجمع المهارات والادوات. بيعرفوا كمان ان هو خد من الذئب الناب والفرو واللحم كمان، ده غير ان هو خد مهارات زي ضرب الانياب والبحث عن العدو والمخالب القويه، وفوق ده كله انه كمان يقدر يستخدم سحر الميه. الصندوق بيتفتح وبيطلع منه خنجر روح الماء. بيقول له الصوت ان ده سلاح اسطوري. سيتشي بيمسك الكتاب وبيعرف ان الخريطه اللي فيه قريبه من خريطه الارض. الصوت بيعرفه ان هو هيتطور دلوقتي وبيفضل جسمه يوجعه كأن عظمه بيتكسر. الواد بيفضل يصوت حرفيا ومش فاهم ايه اللي بيحصل له. بيبص للملف بتاعه بيلاقي زي ما هو، بيبقى عايز يعرف لما يخلص التطور ايه اللي هيحصل. ساعتها بيسمع صوت، بيبص لورا بيلاقي قرود كتير حواليه. بيشوف غوريلا نازله
نازله من السما على دماغه، بتنزل وبتتكلم معاه وبتطلب منه ان هم يضربوا بعض علشان يشوفوا مين هيخلص على التاني. سيتشي بيرفض بس القرد بيكون مصمم. بيشوف تقييم القرد بيلاقي 775. بيرجع لورا كده وبيبقى خايف لان اكيد الغوريلا دي زعيمه كل القرود، بكده هيعملوا منه بفتيك، يعني كده كده ميت. ساعتها بيبقى حاسس ان هو جاي هنا علشان ينتقم منه. الغوريلا بتقول له ما تقلقش، محدش منهم هيتدخل بينا وانا بضربك. بتقرب منه بتضرب بس هو ما بيهرب، بيصد الضربه بتاعه الغوريلا، وشها بيطلع قلوب وبتبقى معجبه قوي بيه لانه البشر الوحيد القوي اللي شافته. سيتشي بيعرف انها بنت فبيبقى مرعوب اكتر من الاول، بيجري عليها وبيحاول يضربها بس هي بتبقى أسرع وبتطير. بتبقى مستغربة الغوريلا إن بعد الضرب ده كله لسه عايش. سيتشي بيخاف وبيبقى عارف إن الغوريلا نيتها إنها تخلص عليه، فهي بتصحح له كل شكوكه دي وبتقول له أنا مش هقتلك، أنت البشري الوحيد القوي اللي أنا عايزاه. سيتشي بيقول لها بما إني غوريلا فأنا بقى مش عايزك. بتصرخ كده وبتقول له أنا مش غوريلا، أنا ساريا. فيبقى زعلها على طول وبيقول لها اخرسي بقى، أنت اسمك زي اسم البنت الجميلة اللي معايا في الفصل، كلامنا دلوقتي ملوش أي لازمة. وبيجري عليها وبيحاول إن هو يضربها وبيستخدم المخالب بتاعته، بس هي بتنط ومفيش حاجة بتيجي فيها. بتبقى معجبة بالمهارة بتاعته وبتنزل عليه بالقوة بتاعتها بس ما بتجيش فيه. بتقع على الأرض والأرض بتتكسر من شدة الضربة. سيتشي بيستغرب من قوة الغوريلا دي وبيتمنى إنها تكون ماتت من النطة الغبية اللي نطتها، بس بيلاقيها سليمة وما فيهاش أي خدش. بتقول له أنا معرفش إنك هتقدر تصد الضربة بتاعتي. بيقرر سيتشي يستخدم السحر بتاعه وبيطلع خنجر روح المية وسحر المياه كمان، وبيحاول إن هو يضربها بس الغوريلا بيكون رافع ايده لفوق. المية بتغرقه وهو بيقوم علشان يعملها تاني. بتضحك الغوريلا عليه وبتقول له انت كده هجمت نفسك. ساعتها بيعرف انها ذكية وعرفت اللي هو ناوي يعمله. بتقول له يلا بقى نكمل، وبتجري عليه وبيرجع لورا. بتفضل تضرب فيه وفي وشه لحد ما بينزف. سيتشي بيفتكر صحابه اللي بيتنمروا عليه وهم بيقولوا له يا نتن. بيكون عايز يمشي من المدرسة بسبب التنمر ده، بس صاحبه اللي بيحبه بينصحه ان هو ما يستسلمش. بيشوف ان السحر والادوات اللي معاه مش نافعين خالص، فبيفتكر ان القرد اللي شم ريحته مات وبيرفع ايده الاتنين وبيخليها تشم ريحته، بس هي لما بتشم الريحة بتوقف حبه وبتبقى عايزة تتجوزه وبتشيله وبتمشي بيه. بنشوف بقى ساريا مع سيتشي في بيتها وبتبقى محضرة الأكل وبتطلب منه ياكل. طبعا سيتشي بيبقى متضايق منها وبيطلب منها تسيبه يمشي، فبتفضل بتقوله افهمي بقى، انتي غوريلا وأنا بشر، احنا مختلفين عن بعض تماما. فبتقوله أنا مش غوريلا، قلت لك 100 مرة أنا ساريا. بيزعق فيها وبيقول لها بطلي الحركات اللي بتعمليها بوشك دي. فبتطلب منه ياكل علشان باين عليه إن هو جعان، بس لما بيشوف الأكل بيحس إن هو جعان قوي. أول بقى بياكل بيلاقي الأكل طعمه حلو، بيبقى مستغرب إزاي غوريلا وعاملة أكل حلو قوي كده. بتقول له ساريا بقى لبسك مش حلو. بتروح تجيب له قميص جديد هي اللي عاملاه بإيديها. صاحبنا بيشد في شعره وبيقول إزاي غوريلا بتعرف تعمل كل الحاجات دي. بتسأله ساريا أنا كده هبقى عروسة شاطرة مش كده ولا إيه؟ فبيقول لها سيتشي طبعا، بس لو اتجوزت غوريلا زيك. بيزعق فيها وبيقول لها ده لو غوريلا. ساريا بتغسل المواعين وصاحبنا بيفكر ازاي يقدر يقرب من هنا. بيفتكر ان هو شاف بقع سودة على الخريطة، فبيقول ان القرود الذكية معرفتش، هيبقى هو اللي هيعرف يعني. بتقرب ساريا وبتقول له يا ترى ايه اللي بتفكر فيه، ولا تكونش بتفكر فانا. بيزعق فيها وبيقول لها خلاص بقى انت ازاي اصلا بتعرفي تتكلمي. فبتعرفه انها قرأت كتب لقتهم في الكهف وبتديله الكتب اللي بسببها اتعلمت الكلام. بيمسك الكتب كده وبيقرأ كتاب حياة السحر اليومية. بيلاقي تعويذات كتير، منهم تعويذة بتشيل اي حاجة وحشة في الجسم وبتسيبه نظيف تماما. فطبعا لما بيشوفها سيتشي بيحلم لو عملها كل البنات هتحبه وهتجري وراه بسبب ريحته الحلوة. ساريا بتسأله انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ فبيسمع سيتشي الصوت وبتعرفه ان هو اخد مهارة الكتاب اللي مسكه. بتقول له ساريا يروح يكمل اكله علشان الاكل هيبرد. صاحبنا بيفضل يشتم فيها لانه بيبقى مش طايقها اصلا، فهي بتفكر كل الزعيق والكلام اللي هو بيقوله ده من الصبح كانه بيحبها ومكسوف منها. بيقول سيتشي في سره استنى بس، اول ما اقدر اخرج من هنا هجري ومش هتشوفي وشي تاني. ساريا بقى بتخرج وبتروح تصطاد سمك. ساريا بتفضل تصطاد بايديها في ثواني وبتبقى واقفه بظهرها ومش شايفه سيتشي. في الوقت ده بيقرر انه يهرب ولسه هيجري بيلاقي حشره كبيره. بيصوت وبتيجي ساريا بسرعة عليه. بتخلص على الحشرة وبتبقى خايفة عليه قوي. بيفرح صاحبنا وبيحس إنها بتحبه وخايفة عليه. طبعا الإحساس ده بقى بيبقى غريب قوي عليه لأن مفيش حد كان بيهتم بيه بالشكل ده قبل كده. من جانب آخر بقى بنشوف زيان، وده بيبقى شيطان الظلام وبيبقى قاعد في الكهف بتاعه. بتقعد ساريا مع سيتشي وبتحضر له الأكل وبتقول له إحنا عاملين زي العرسان. فبيقول لها اخرسي بقى، انتي ما بتبطليش كلام ليه؟ بتعرفه ان النهارده يوم الاستكشاف. فبيسألها يعني ايه اليوم ده؟ قالت له يعني هنخرج مع القرود علشان نجمع الفاكهة بتاعة التطور. وبتسأله لو هو عارف حاجة عن الفاكهة دي. سيتشي بيخاف ان هو يقول لها فبيعمل نفسه مش عارف حاجة،
بتعرفه إنها فاكهة كويسة وبتعلم من قوة الجسم. سيتشي بيضحك ضحكة صفرة كده وبيقول لها يعني ممكن أبقى أقوى بشري، فبتقول له بس لو كلت 11 فاكهة التطور هتموت. سيتشي بيخاف وبيعرفها إن هو كل لحد دلوقتي 10. بتعرفه إنها كانت مجمعة شوية علشان تاكلهم للي هتتجوزه، بس بيكونوا اتسرقوا منها، وبتعرفه لو عرفت اللي سرقهم هتخلص عليه. بيفضل صاحبنا يتأسف وبيعترف إن هو اللي سرقهم وكلهم. سارية بتفرح وبتقول له كده هسامحك ويلا بقى نتجوز حالا. بتسأله لو كان بيكرهها، فبتقول لها لا أنا مش بكرهك. بتفرح كده وفي ثانية بتقوم لابسة فستان فرح. سيتشي بيزعق وبيقول لها انت جبتي ده امتى؟ هو كمان بتعرفه إنها رايحة تصطاد، فبيقول إن دي أحسن فرصة للهروب. وفي الوقت ده بنشوف باقي الطلاب وهم مع مجموعة من الناس بيكونوا بيتدربوا علشان يدخلوا معركة علشان يهزموا ملك الشياطين. وده لأنه قوتهم كويسة، بس لما يتمرنوا قوتهم هتزيد أكتر. واحد من الطلاب بيقول لزكي خلينا نروح دلوقتي نحارب الوحوش. بتعرفهم إن ما ينفعش غير لما يتدربوا كويس. بتروح كمان تسأل العيال دول وهيتدربوا، وبتعرفهم إن كل الطلاب متضايقين وعايزين يركزوا على اللي بيعرفوا يعملوه. نرجع بقى للهبل سيتشي وهو بيهرب من سارية. بيطلع يجري وسارية بتجري وراه، بتطلب منه ما يمشيش من المكان ده لأنه خطر، بس هو ولا هنا وبيكمل جري. بيفضل يستخدم مهاراته وبيقدر يهرب منها. بيوصل لكهف كده وبيدخل فيه لحد ما بيلاقي باب كبير وبيفتحه. بيلاقي زانوس قاعد على الكرسي. بيقول له زانوس إن أول مرة بشر يدخل الأوضة بتاعته. عينه بتنور وسيتشي بيخاف، وبيكمل زانوس كلامه. بيقول له طالما قدرت توصل لهنا يبقى أنت قوي جدا. بيقلق سيتشي منه، فبيشوف التقييم بتاعه بيلاقيه لسه المستوى بتاعه الأول. زانوس بيضحك وبيقول له أنا ضحكت عليك، وبيرجع يبص تاني على التقييم بيلاقيه 1500. وبيعرفه زانوس إن هو كان مستني أول بشر يزور الأوضة بتاعته من زمان. بيروح عليه علشان يخلص عليه. سارية ساعتها بتيجي وبتاخد الضربة مكان صاحبنا. سيتشي بيعيط وبينادي على سارية وبيبقى زعلان عليها. بتفرح سارية إن هو أخيرا اهتم بيها. صاحبنا بيسأل زانوس وهو بيعيط انت ليه عملت كده؟ بيبقى عايز يديها علاج بس هي بتعرفه انها خلاص هتموت. بيسألها ليه انقذته وبيفضل يفتكر وهو بيتريق عليها وما كانش بيقول لها كلام حلو. بيقوم سيتشي يجري على زانوس، بس طبعا بيبقى عارف ان سيتشي ضعيف ومش هيقدر يهزمه. بيصرخ سيتشي وبيجري عليه بكل قوته. بيحاول يهزمه بس الشيطان بيصد الضربات بتاعته. بيبص لسارية وبيشوف انها بتموت خلاص، فبيجري عليه بكل قوته والمرة دي بيخلص عليه. وهو بيموت بيضحك زانوس كده وبيقول له شكرا لانك خلتني اشوف الحب ده قبل ما اموت. بتظهر بقى بنت ساعتها وبتتحضن زانوس وبينادي باسمها وبعدها بيختفي. سيتشي بيروح على صاحبتنا سارية جاري وبيحضنها. بتقول له قبل ما تموت انها كانت نفسها تتجوزه وبعدها تموت. بيطلع نور قوي منها لدرجة ان سيتشي بيغمض عينه من شدة النور. بتتحول لبنت جميلة، واول ما بتفوق بتجري عليه وبتحضنه. بتقول له انت عرفتني ولا لا؟ فبيقول لها انت سارية. بتقول له اه. المعدات بقى بتاعت ملك الظلام بتتفتح وبيمسك سيتشي الكتاب وبيقرا فيه. بنعرف بقى ان من قبل ال 500 سنة بنشوف ملك الظلام اللي هو زانوس كان شخص كويس وكل اهل البلد بتحبه. كان بيعلم الناس المبارزة، بس الامبراطور كان بيخونه مع مراته. وفي الفترة دي اللي وقفت جنبه هي الخادمة بتاعته ماري. حبها زانوس بس الامبراطور ما سابوش في حاله برضه. ماري خسرت حياتها علشان بتحمي زانوس، بس بعد ما فقد اخر امل هو عايش علشانه وهو حبه لماري اتحول لوحش وراح عايش لوحده في الغابة. سارية وسيتشي بيفضلوا يعيطوا بسبب قصة زانوس. بيطمن سيتشي سارية وبيقول لها هو دلوقتي راح لحبه ماري، فعلشان كده عايزك تبطلي عياط خالص. بيروح سيتشي وبيشوف المعدات اللي ظهرت بتاعه ملك الشياطين. بياخد كل المهارات بتاعته وجسمه بيتطور وبيفضل يصرخ من التعب. بعدها بيظهر خروف صغير كده وبيقرب من سيتشي. بيعرفه ان هو جاي هنا علشان جايب له هدية بسبب التطور. بيقول له كمان ان شكله مضحك وهو بيصرخ لما جسمه بيتطور. اول حاجة كانت الخوذة دي علشان يلبسها سيتشي. بيسأله ايه دي؟ فبيقول له انها مش خوذة عادية، دي بتتفتح وقت الاكل. وبيفضل يتريق عليه. الهدية التانية كانت فستان لسارية بتلبسه، وبيعرفهم الخروف ان هو ينقلهم دلوقتي ويطلعهم من الغابة. وفعلا بيطلعوا من الغابة. صحابنا الاثنين بيمشوا كده وكانوا قربوا من قرية خلاص.